من هو شيرغو بن شادي؟ كتب المحامي أدهم شيخو في صفحته ما يلي: شخصيات كردية تاريخية. شيرغو بن شادي كما ورد في كتاب البداية والنهاية للمؤلف ابن كثير، والمتوفي سنة 1373 للميلاد عليه رحمة الله تعالى. يقول ابن كثير ما يلي: شيرغو بن شادي أسد الدين الكردي الزرزاري، وهم أشرف شعوب الأكراد، وهو من قرية يقال لها درين من أعمال أذربيجان. خدم هو وأخوه نجم الدين أيوب، وكان الأكبر الأمير مجاهد الدين نهروز الخادم شحنة العراق، فاستناب نجم الدين أيوب على قلعة تكريت، فاتفق أن دخلها عماد الدين زنجي هاربا من قراج الساقي، فأحسنا إليه وخدمه.